بما انه عندي من امبارح ضل شويه شيش برك شويه معجنات، وهلا عم بسلق لجوزي شويه لسانات، فما عندي كتير شغل بالاكل، طالع حتى نحضر اكلة حلو. رح نعمل بسبوسه بس على طريقتي، بسبوسه بالقشطه. حبلش باثنين بيض بحراره المطبخ. بتعرفوا البيض اللي عندي صغير، عم فكر زيد وحده لانه كتير صغار، رح احطهم ثلاثه، خليهم ثلاثه بيض، بس اذا حجمهم وسط او كبير بكفي اثنين. وهي ثالث بيضه، شايفين قد ايه صغيره؟ عشان هيك حطيت ثلاثة. بزيد ملعقة صغيرة فانيليا، ليك طافحة كتير طلعت، نقص منها شوي هيك. وبدي بلش اخفق، انا عم بخفق بزيد السكر شوي شوي. عندي كباية سكر، هلا كل شي رح تشوفوه كباية، كباية سكر، كباية كوكونات، كباية طحين، كباية سميد، كباية نصها حليب ونصها لبن، فالمقادير كلها سهلة وبتنحفظ. ضعف حجم البيض وصار لون خليط البيض عندي فاتح، يعني صار لونه ابيض. هزيد 3/4 الكوب زيت نباتي، نص كوب حليب. في ناس بتحط العيار كله لبن، انا ما بحب طعمة اللبن تكون قوية كتير ظاهرة بالبسبوسة، فعشان هيك بحط حليب. رح احط نص كباية لبن، كباية طحين، كباية سميد. هذا سميد ناعم او طحين فرخة بنقله. هاي كباية، وكباية جوز الهند. هلا لو عندي اورنج كنت برشت، كتير بيطلع طيب مع البسبوسة، برش الليمون، بس ما عندي للأسف. هاي كباية كوكونات، اخلطهم. بدي زيد ملعقة صغيرة بيكنج باودر، تكون هيك معباية، ورشة ملح. هيدا قوام الخليط اللي عنا، هيك بده يكون قوام جامد، ما مثل قوام خليط الكيك. جهزت القالب عندي هون بصحن البايركس. اليوم رح اعمل البسبوسة، دهنت شوية زبدة وحطيت رشة طحين. وهلا رح اخبز الخليط اللي عندي على دفعتين، رح احط نص اول مرة وحطهم بالفرن. وعندي اكيد الفرن حميته على درجة حرارة 175، الفرن شال عندي بس من تحت. هيك قسمت الخليط نصين، بظبط هون الخليط عندي بالقالب لانه بدي فوته على الفرن مثل ما قلت لكم 35 دقيقة. الفرن شايل عندي بس من تحت. هون القشطة عندي حضرتها من قبل وتركتها لتبرد، والقشطة موجودة عندي على الصفحة، ارجعوا هيك كم فيديو لورا بتلاقوها. هاي اول نص من الخليط استوت عندي، هلا طلعتها من الفرن سخنة. حشيلها احطها بصحن وسقيها بالقطر البارد بسرعة، بنسقيها هي وسخنة لتتشرب القطر. واذا بتحطوا مع القطر ماء الزهر بتطلع اطيب واطيب. انا بستعمل هيدا القطر، فاكيد ما بقلبه ماء الزهر. بزيد ملعقة من ماء الزهر فوق القطر اللي حطيته، وبمدهم هيك بهالشكل لحتى يصير في طعمة ماء الزهر. وعلى فكرة هاي هيك مثل ما هي بتتاكل، يعني اللي بده ما يزيد لقشطة كتير 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 طيبة. وهذا القسم الثاني من البسبوسة بعد ما طلعتها من الفرن مثل ما عملت هون، نفس الشيء سقيتها بالقطر وحطيت لها ملعقة ماء الزهر، وهلا حاتركهم لحتى يبردوا كثير منيح. الثاني من البسبوسة بعد ما طلعتها من الفرن مثل ما عملت هون، نفس الشيء سقيتها بالقطر وحطيت لها ملعقة ماء الزهر، وهلا حاتركهم لحتى يبردوا كثير منيح. وهلا صار وقت الافطار، بنرجع بعدين بنكمل تحضير البسبوسة. هيك كان افطارنا ليوم 18 من شهر رمضان. مثل العادة الحمد لله كل شيء كان طيب ونعمة كريم. وانتو شو افطرتوا اليوم؟ خبروني بالتعليقات لأخذ منكم افكار. ويلا هلا نرجع للبسبوسة. هاي اول وحدة اسمك شوي من هاي، تاني وحدة كترت الخليط باول صينية، بس ما بيأثر. هلا بدنا نحط القشطة بيناتهم. رح احط هاي على الوجه لانه شكلها هاي احلى من فوق، هيك جالسة ومحمصة تحميصتها حلوة. رح احط القشطة هون. شوفوا هالقشطة ما شاء الله ما احلاها. نخلط القشطة، وانا هيدي التكتلات اللي بالقشطة ما بشيلها. في ناس بتعملها بترجع بالهاند ميكسر بتعملها كتير هيك كريمي وناعمة، انا هدول بحبهم ما بشيلهم.
عبيت القشطة بالكيس هيك بتطلع يعني اسهل، وكلها على سوية بعضها لما بدي مدها. وهلا حجيب هاي وحطها فوق القشطة. هحط شوية قشطة على الوش. وهاي البسبوسة على طريقتي صارت جاهزة. شوفوا لي الجمال، وشوفوا لي قد ايه فيها قشطة، وقد ايه هيك طالعة مرتبة. هلا بدي احطها بالبراد هيك شي ساعة وبعدين فينا نقدمها. كتير شكله طيب. وهيدا انت عملتيه؟ ماما لكن واو. يا عيني على اطيب بسبوسة بالقشطة. هاي على طريقتي، جربوها وانا مقدرة رح تحبوها. ما في حدا ضاق عندي الا وقال عن جد شي طيب. جربوها وادعولي.